سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم تكون مليحه. اليوم جبت لكم الوصفه تاع الكيكه اللي طيبوها في الكسكاس، يعني هكذا اللي عنده مشكل الفوغ تاعو ما يطيبلوش وما ينفخلوش الكيك، اللي ما تنجحلوش الكيكه في الفوغ، اللي ما عندهمش فرن. سما هذه راح تسلككم. شوفوا جربت هذه اول مره وصورتها لكم، بدلت فيها شويه الوصفه، جات هايله بنينه، جات خفيفه والله والله وربي شاهد، غير عجبتني على تاع الفرن، ما على باليش علاه. جاتني لداخل، شوفوا كش هيتبان ناشفه طريه مفته، جات روعه وخفيفه خفيفه خفيفه. شوفوا راح تنجح لكم من اول مره. انا كي جربتها قلت نجربها ونشوف الوصفه، بدلت فيها شويه ونشوف، قلت اذا هكذا نجحت خلاص معناتها الوصفه راهي مضبوطه، اذا ما نجحتش وما عجبتنيش نزيد نبدل فيها شويه. المهم نبداو الوصفه تاعنا. واش نحتاجو؟ عندنا 4 حبات بيض. شوفوا من الاحسن تكونوا خرجتوهم من الثلاجه ساعه ولا 2 سوايع، انا خرجتهم واحد 2 سوايع هكذاك باش تروح لهم هذيك البروده. المول تاعي اللي درت فيه الكيك المتوسط ماشي هذاك الكبير، سما اذا درتو الكبير تقدروا ديروا 6 حبات بيض. درت كاس تاع السكر، هذاك الكاس اللي شفتوه، مع رشه تاع الملح، وراني نضرب فيهم غير بيدي بالفوي، ماشي شرط باتور. من بعد عندنا الكاس تاع الزيت، بصح ماشي معمر بزاف، كاس الا ربع، يعني وين يخلصوا هذوك الخطوط تماك عمرو. من بعد نزيدو نضربو غير بيدنا. شوفوا تحبوا تستعملوا الباتور استعملوا، انا والله ما حبيت نجبدو. عندنا كاس تاع حليب معمر كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل، وراح نزيدو نضربوه. شوفوا اذا راح تستعملوا المول تاعكم كبير ولا وما ماكمش حابين ديروا 6 حبات بيض، ولا ديروا عادي، ديروا هادو 4 حبات بيض، من بعد ما تطلع لكمش بزاف، هذا ما كان عادي. عندي 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو البني، زائد 2 ملاعق كبار تاع النشا. حبيت ندير نشا، الوصفه بدلت فيها شويه، درت فيها نشا باش تجي هشيشه لداخل، تجي بزاف خفيفه. زدت الكاس الاول تاع الفارينه، ودائما اي حاجه نخلوها نجوزوها في الصفايه، يعني نصفوها باش تجينا خفيفه وما يجوناش هذوك الحبيبات لداخل. وراح نزيد 2 اكياس تاع خميره الحلويات تاع 10 غرام، سما في 2 20 غرام. بنفس الطريقة جوزتهم تاني في الصفاية باش ما يخلوليش تكتلات. من بعد راح نخلط بالفوي ونشوف القوام تاعي، اذا كان القوام تاعي خفيف نزيد الكاس الثاني تاع الفارينة، اذا كان القوام تاعي متوسط نزيد شوية تاع الفارينة. يعني هنا راني نوري لكم باش تعرفوا نتوما القوام تاعكم، لانه كاين فارينة تشرب كاين اللي لا. هنا القوام تاعي كان خفيف، زدت الكاس الثاني. سما واش درت 4 حبات بيض، كاس تاع حليب، كاس تاع سكر، كاس غير الربع تاع الزيت، وزوج اكياس خميره الحلويات، وزوج كيسان تاع الفارينه، زوج مغارف كبار تاع الكاكاو البني، وزوج مغارف كبار تاع النشا. هادو هما المكونات جاو سوا. وزدت لهم رشه تاع الملح، تحبوا ديروا فانيليا ديروا فانيليا، مام اذا درتو تاع الكاكاو ديروا الفانيليا. انا الصراحه عجزت نجبد الباطه تاع الفاني، قلت خلي ايمن حديريها كاكاو شوكولا خلي. دوك هنايا راح نزيد مع الاخر قاعدتك، نزيد ملعقه تاع الخل الابيض، ملعقه كبيره تاع الخل الابيض كمحسن، نزيد تعطينا خفه وطراوه للكيك تاعنا. دوكا كاين يقولوا لي ايمان ما عندناش الخل الابيض، معليش ما ديروش، اذا ما عندكمش ما ديروش، اذا عندكم ديروا. دوكا المول تاعكم اللي راح طيبوا فيه المسكوتشو دهنوها بالزبده ولا تحبوا دهنوها بالزيت ورشوها بالكاكاو. دوكا كاين تساؤلات تقولوا ايمان اذا نقدروا نديروها فانيليا. شوفوا من الاحسن ديروها شوكولا، لانه شوكولا ما راحش نحتاجوها تحمر لنا من برا، بالعكس فانيليا لازم تحمر من برا، وهذه راح نطيبوها في الكسكاس، سما ما راحش تحمر لكم من برا كيما الموسكوتشو كيما ديروها في الفرن. سما من الاحسن ديروها شوكولا هكذا باش تجي كيما شفتوها تجي هايله. من بعد هنايا راح نحطها في الكسكاس. شوفوا انا الكسكاس تاعي شويه صغير، سما المول تاعي جا طالع هكذا. نتوما اذا جاتكم هكذا عادي، اذا المول تاعكم دخل داخل الكسكاس قاعيتك، يعني راهو داخل الكسكاس مليح من الاحسن. انا يا الكسكاس الصغير سما ما جاتنيش
لداخل، جاتني هكاك شويه على برا. درت لها طرشونه، ضروري ديروا طرشونه وغطوها بالغطاء، وتكونوا درتوا الماء تاعكم مسخن من قبل شغل حتفوروا الطعام. ديروا الكسكس وخلوها طيب. شوفوا تدي لكم واحد 40 دقيقه هكذاك. ما تطولش بزاف، هكاك 40 نص ساعه 50 دقيقه. المهم انتم تلقاوها هكا تنفخت. غطسوا عود تاع خشب ولا موس ولا ناشف، يخرج ناشف، خلاص الكيكه تاعكم طابت. سهله وبزاف تجي خفيفه والله، غير تجي روعه وتجي ناشفه لداخل. باسكو وحده في الانستغرام قالت لي ايمان موالفه تجيني مشمخه لداخل. خلوها طيب مليح، خلوها الطيب مليح، ماشي تزربولها، لازم الطيب مليح مليح. دوكا هنايا راح نحيها من هذاك الكسكاس، راح نخبطها هكذا شويه باش تنوضلي. من بعد باش نحيها خلوها تعرق شويه باش ما تكسر لكمش، ما تتفتتكمش، لانه تجي بزاف خفيفه. من بعد كي تعرق هكاك شويه وتبرد شويه، راح نحطوا الطبسي سيداتي وقلبوها. تتنحى لكم يعني بسهوله. تقدروا ديروها في اكواب صغار، تقدروا ديروها مدوره، ماشي شرط هدايا المول تاع الكيك. يعني اذا عندكم مول صغير تاع صغير عادي، ماشي ما فيش هذاك الحفره في الوسط، ديروها لداخل ونفس الطريقه خلوها طيب. وتقدروا تقسموها على زوج على ثلاثه، ديروها كيما الكيكه اذا عندكم انيفرسير ولا تجي عادي. دوكا هنايا شوفوا الفوق تحبوا تدهنوها بالعسل، ترشوها بالكاوكاو وبالناباج، ترشوها بالجوز الهند، ديروا لها الشوكولا اتارتيني. واش راكم حابين تقدروا ديروا. انا واش راح ندير، راح ندير كاناش شوكولا بيضاء. شوفوا ذوبت الشوكولا البيضاء على حمام مائي. درت الزهر، راكم تشوفوا راني ندير الزهر ونخلط باش ما تقولوليش ايمان الكيل. درت حوالي نصف علبه تاع شوكولا بيضاء، ذوبتها فوق حمام مائي. من بعد بديت نزيد لا كريم ليكيد، راني ندير بشويه ونخلط. راني ندير لا كريم ليكيد تكون بارده، ندير بشويه ونخلط مع الاول كي شغل تولي لك عجينه. من بعد نبدا نخفف فيها بلا كريم ليكيد ونخلط حتى وين نتحصل على القوام يكون شويه ثقيل وشد روحو. وكي تذوقوها تلقاوها بزاف بنينه. الشوكولا البيضاء حلوه مع لاكريم ليكيد ماشي حلوه، راح تعطي ذوق بنين 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 الكريمه هذه. وتقدروا تستغناو على هذه المرحله. انا درت هذه المرحله لانه الشوكولا البيضاء كانت عندي ومانيش حبتها طول في الدار، سما قلت نبروفيتي ونديرها. هنا قعدت نخدم فيها بهذه الطريقه، لكن لا والو ما تصيبوليش كاع سبب الميزان. خلطي وديري. من بعد كي بردت الكيكه تاعي هاي ليك الكاناج ديالي راني نفرغ فيه من الفوق. شوفوا ما خليتوش برد بزاف الكاناج ولا تقولوا حطيتوه في الثلاجه ولا. هنا كان العصر كي خدمتها رحت صليت العصر عاودت التزيين وليت اختياري. انا كانت عندي هذا ما فراوله كان كونجي ما سنيتوش كاع تاع يتكبر. الانستغرام على بالهم هذه حكايه حكايه لافخاز هذه. نحطها هكذا من الفوق، ديكوريتي بها. من بعد خلوا الكيكه تاعكم تبرد شويه، اقسموها وكلوها بالصحه والراحه. والله 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 يا البنات غير بزاف بنينه وبزاف خفيفه. وانا صراحه والله غير كي حنعود ندير كيكه تاع الشوكولا راح نديرها في الكسكاس، ما راحش نديرها في الفوخ. سبحان الله عجبتني تاع الكسكاس، جاتني بزاف خفيفه. لحقنا لاخر الفيديو، نتمنى تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم. اذا اول مره تشوفوا قناتي اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يلحقكم جديد. تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.